السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا فيديو. اليوم غنشاركوا معكم كيكه بلا كريم بطريقه سهله وبسيطه ولذيذه بزاف. تقدروا تحضروها لاعياد الميلاد ولا ديروها لا تشهيتوها. فبلا ما نطول عليكم يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نحتاجوها اللي هما 3 ديال البيضات، كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت وكاس ونص ديال السكر سنيده. المهم طبعا كيف ما ديما الكاس اللي كنعبرو به هو الكاس ديال العنبه. صافي كنطربوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم وكنضيفوا نص كاس ديال الماء دافي وقبيصه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل. صافي من بعد فاش كنخلطوا كاع المكونات اللي كنا ضفنا مزيان مع بعضياتهم كنضيفوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، من الاحسن يكون نوعيه مزيانه، و3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي مخربل، و2 ساشيات ديال الخميره الحلويات. من بعد من مورا ما كنوصلوا للقوام ديال الخليط اللي بغينا كنخويه في المول اللي غندخلوه الفران من مورا ما كنلبسوه ورق الطبخ. وبالنسبه للطياب راه كتاخذ تقريبا 25 دقيقه حتى 30 دقيقه كاع الا طولت بزاف، وكنشعلوا لها من التحت هو الاول، من بعد عاد كنشعلوا لها من الفوق. من بعد من مورا ما كنحطوا الكيكه ديالنا طيب في الفران كندوزو باش نوجدوا الكريمه ديالنا. فهنا عندنا كريمه سائله، هاد الكريمه اللي عندنا حنا ممكن تستعمل الطبخ وممكن تستعمل الكيكه، فداك علاش ما فيها السكر. نتوما الا كنتو تستعملوا الكيكه كتضيفوا لها السكر، بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وصافي كنضربوا الكريمه ديالنا حتى كتطلع مزيان، وكنزيدوا ليها الكاكاو، شويه ديال الكاكاو، ممكن تزيدوا لها حتى الشوكولاط. المهم اختيار كيبقى لكم، تقدروا تخليوها كيف ما هي على حساب. المهم حنا حيت دايرين الكيكه ديال الشوكولاط فندخلوا الشوكولاط في كلشي. وصافي هذا ما كان. مورا فاش كنساليو كندخلوها للثلاجه باش تبقى بارده. كما كتشوفوا هذه هي الكيكه ديالنا من مورا ما كانت خرجت من الفران. كما كتشوفوا جات منفوخه وزوينه، فكنخليوها تبرد شويه عاد نحيدوها من المول باش نقسموها. اما هنا بالنسبه باش غادي نسقيو الكيكه ديالنا فعندنا شويه الحليب اللي كنا سخناه نضيفوا ليه تقريبا 2 معالق صغار ديال نسكافيه اللي هي قهوه سريعه الذوبان، كتعطي مذاق زوين في الكيكه.
صافي من مورا ما كنسقيو الكيكه ديالنا كما كتشوفوا حنا قسمناها على جوج. تقدروا الا كان نتوما عندكم منفوخ اكثر تقدروا تقسموها حتى على 3. وصافي كنضيفوا الكريمه اللي كنا وشدنا وكنا حطيناها في الثلاجه باش تبرد، وكنضيفوا من فوقها اللوز ايفيلي اللي كنا حمرناه شويه، وكنضيفوا الطبقه الثانيه عاوتاني وكنسقيوها، وكن نغطيو الكيكه ديالنا كامله بلا كريم، وكنقادوها وكنحيدو منها لا كريم اللي كتكون زايده. من مورا ما نكونوا دخلنا الكيكه ديالنا للثلاجه تبرد، حيت خصها ضروري تكون بارده، كندوزو باش نوجدوا لاصوص اللي غنزينوا بها الكيكه ديالنا. فهنا عندنا الشوكولات الاسود مع ذوبناه مع الحليب، ومن مورا ما كنخليوه يدفى شويه عاد كنزيدو عليه دانيت وكنخلطوه مزيان وكنخليوه يبرد مزيان. وهو مع فاش كيكون كيبرد كيتقال، فخصو يكون ثقيل شويه هاد لاصوص، يكون ثقيل شويه وصافي، ماشي بزاف غير شويه وصافي. وضروري حتى هو خصو يكون بارد والكيكه بارده، حيت الا كان واحد فيهم سخون غادي يذوب لينا كلشي، لا كريم غادي تذوب الا كانت لاصوص سخونه وداكشي علاش خصهم يكونوا بجوجهم باردين. صافي من بعد اخر حاجه كتبقى لينا اللي هي التزيين. فبالنسبه للتزيين هذا كيبقى اختياركم، تقدروا ديروا اي شكل نتوما بغيتو، اي تزينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما. وصافي حنا درناها سامبل بزاف بسيطه، وهذا ما كان. ومن بعد كتكون الكيكه ديالكم واجده وبصحتكم وراحتكم. وصافي بهكا كيكون الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كتجي لذيذه بزاف، هشيشه رطبه، حيت درنا فيها الحليب ودرنا فيها الماء طبعا، وكتجي لذيذه بزاف. طبعا الشكلاط كون ما زيدش عليه الشكلاط. وصافي هذا ما كان. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش توصلكم كل جديد حنا كنديروه. شكرا لكاع الناس اللي كيديروا كيكتبوا كومونتيرات زوينين وكيديروا لايكات وكيشتركوا في القناه. شكرا لكم بزاف، تهلاو في راسكم، في الناس اللي عزاز عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.